في قهرة بشوفها يوميا. ست بتبقى رامية أولادها لباباها. أنا مش هقول عليها أم، هي ما تستاهلش كلمة أم. رمياهم بقالها سنة واتنين وتلاتة، والأب مش مقصر نهائي، بيصرف وقاعد مع العيال وبيعمل أكل وبيلبس وبينظف وبيعمل كل حاجة. وفي رجالة كتيرة بشوفها قصاد عينيا مش بتتجوز، لا، الطفل بيبقى قاعد معاه هو ومامته، بيبقى عايش على كده وخلاص، هو مش عايز اكتر من ان ابنه يبقى في حضنه. نفاجئ ان الهانم بترفع نفقات او بتطلب بالضم الصغير بعد ما هي ناسيه طول الفتره دي. لا، والانقح بقى من كده ايه؟ تروح تتجوز، اذا كان عرفي او رسمي تروح تتجوز، ويوم ما احنا نمشي نعمل لها دعوة اسقاط حضانة ونطلب الحضانة للجدة الاب، نلاقي امها داخلة انا عايزة الولد. طب انتوا كنتوا فين؟ انتوا رامينه بقالكم سنة ولا اتنين. فحقيقي انا مش فاهمة ازاي الام اللي ترمي عيالها تستحق ان هي تضمهم لحضانتها بعد كده. ازاي؟ لازم القانون يتعدل في الموضوع ده، عشان انا بشوف اطفال بتبقى ميتة من العياط مش عايزة تروح لمامتها، بتبقى عايزة تفضل مع باباها. ليه؟ هو اللي عمل كل حاجة. اترمى مرة واحدة في الشارع وهو اللي بيعمل كل حاجة.